هو انا اللي هعيده هزيده؟ ابعتي 200,000 جنيه فودافون كاش، يا اما عليا حرام من ديني، ده خلوا الشارع كله يشوف صورك. النهارده اخر يوم، بكره ما تلزمنيش فلوسك، بس مش هحلك. السلام عليكم. الفيديو ده من اهم الفيديوهات اللي بعملها في حياتي، وحقيقي هينقذ ارواح واسر كتير من الضياع بدون اي مبالغه، فركزوا كويس في كل تفصيله فيه، ربنا يستر عليكم. الفيديو ده عن الابتزاز الالكتروني بالصور والفيديوهات والصوت، موضوع مرعب واقرب مما تتخيل، محدش بعيد عنه. ركزوا كويس علشان تعرفوا تاخدوا حذركم، او لو حد فيكم حصل معاه يعرف يتصرف ازاي. وانا في الفيديو ده هعرفكم ازاي توقفوا الابتزاز، وازاي بيحصل، وازاي تخلوه ما يحصلش اصلا. فيديو جديد. انت لو بنت وحصل لك ابتزاز الكتروني بصورك او فيديوهاتك او صوتك، سواء الصور والفيديوهات دي حقيقيه او لا، ركزي، حقيقيه او لا، سواء انت اللي بعت الصور والفيديوهات دي بنفسك او متاخده منك غصب، زي انك اتهكرتي، تليفونك اتسرق، حد سحب الصور منهم، اي حاجه، تعملي ايه؟ اول حاجه توقفي تماما التواصل مع المبتز بكل الطرق من اي مكان. شغل العياط والشحتفه والاستعطاف والشتيمه مش هيجيب معاك، بالعكس هيعتبرك صيده سهله وهيزود. تاني حاجه، النصيحه دي تتحفر في عقلك، تتحفر. اوعي توافقي على اي طلب مهما كان بسيط. اقسم بالله المره الاولى اللي هتوافقي على اي طلب هتفضلي تحت رحمته طول عمرك لحد ما هو يموت او انت تنهي حياتك. المره اللي هتوافقي عليها على اي طلب هيعتبرك ملاذه الامن في الفلوس، في الصور، في الفيديوهات، في اي حاجه يطلبها منك. ملاذه الامن، مفيش حد غيرك. ملاذه في كل الطلبات المنحرفه. طلبات منحرفه لان المبتز ممكن يطلب منك صور اكتر او فيديوهات او تروحي له. ده مش خيال او فكره بعيده، ده بيحصل وبيحصل حاليا وهيحصل لسه. اوعي توافقي على اي طلب مهما كان تافه، يبقى جرى رجل مش اكتر. طيب لو كان الابتزاز ده على فيسبوك، هحط لكم لينك في الكومنتات تحت. فيسبوك عاملاه للابتزاز الالكتروني بس، خشوا تملوا البيانات وتحطوا اي سكرين شوت عندكم، ساعتها فيسبوك هيتاكد ان الشخص ده بيبتز، فبيقفلوا له اي بي انه يعمل اكونت فيسبوك اصلا، له بلوك من فيسبوك نفسه انه يعمل اي اكونت فيسبوك في المستقبل. طيب لو الخسيس ده نزل صورك وفيديوهاتك في موقع تاني، موقع خارجي، شركه جوجل نفسها عامله فورم مخصص للتبليغ عن اي ابتزاز الكتروني، لكم اللينك برضه في الكومنتات، تدخلوا تملوا البيانات وتحطوا لينك الموقع اللي عليه صوركم وفيديوهاتكم وبيتقفل. ونفس النظام لو يوتيوب، حد نزل الفيديو على اليوتيوب بيهددكم بيخوفكم بيه، بتخش تعملوا برضو بلاغ ان الفيديو ده بينتهك حقوقي وبيتقفل الفيديو. طيب الناس اللي عايشه في امريكا او بيحصل لها ابتزاز من هناك، الاف بي اي نفسها عامله موقع مخصص للابتزاز برضو، احط لكم برضو اللينك في الكومنت. ثالث حاجه لازم تقولي لاهلك، لازم تقولي. المبتز نقطه قوته الوحيده هو جهل اهلك واصحابك، زمايلك في الشغل او في المدرسه او في الدرس. كل اللي بيعمله ان هو بيهدد انه يقول لهم، فانت ما تديلوش الفرصه. قولي لاهلك، لازم تعرفيهم ايا كانت العواقب، لازم يعرفوا. رابع حاجه واهم حاجه وهو انك تعملي محضر. انا كنت بنفسي في الاسم مع صديق ليا بيتعرض للتهديد من واحد، واقسم بالله في وقت قليل شفت يجي 5 مثلا جايين يعملوا محضر ابتزاز. اسم الشرطه بيتعامل مع الابتزاز الالكتروني بكل جديه بدون ما يطلقوا اي احكام، بدون اي مضايقه. ما تقلقيش، بس لازم تكوني عامله سكرين شوت من كل حاجه، من الرسائل، من المكالمات، من اي حاجه المبتز ده بيتواصل معاكي فيها او بعتها لك، لازم يكون في منها دليل، يكون في منها سكرين شوت، يكون في منها باك اب، يكون في منها كل حاجه. لينك الاكونت بتاعه حتى لو مقفول يكون في لينك ليه. الناس اللي بيحصل لها ابتزاز على الواتساب، دي اهم خطوه، تاخدوا سكرين من كل حاجه، ما تمسحوش اي حاجه، روحوا بيها كلها كده لوكشه على بعضها، قدموها في الاسم، بيحتاجوا كل ده. طيب لما تعملي محضر ويتجاب، وان شاء الله هيتجاب، بالله عليك ما تتنازليش عن المحضر. تنازلك في الموقف ده هيضيع حقك وحق اللي بعدك. ما تخليش حاجه تاثر فيه، ولا ترهيب ولا ترغيب ولا استعطاف من اهله واصحابه وقرايبه. افتكري لحظات الرعب والهلع اللي كنت عايشه فيها، افتكريه هو كان بيبتزك بكل سهوله، ما تخليهوش يطلع منها، هيطلع يكمل كده مع غيرك زي ما عمل معاكي، ما هو وصل لك بنفس الشكل، غيرك سابه فوصل لك. وفي الاخر كده كلمتين لله وبراحتكم. بالنسبه للبنات اللي بتبعت صور بمزاجها ايا كان السبب اللي بتبعته عشانه، حبيب، خطيب، عاشق، متنيل، بلاش. يعني مش عشان ربنا، عشان نفسك. محدش يستاهل، لا انت تستاهلي ولا اهلك يستاهلوا. ما تستاهلوش اللي يحصل فيكم بسبب عيل وسخ خسيس مستغلك. لان للاسف معظم الناس هنا بتتعامل غلط وبيشمتوا بدون سبب. ما دام الغلط مش فيهم هينهشوا في اي لحم وهيخوضوا في العرض بكل سهوله، فاضيين. فبلاش. ويا ستي حتى لو صاحبتك ما تبعتيش ليها سوا، انت تضمني منين تليفونها ما يتسرقش، ما يتهكرش، محدش ياخد تليفونها؟ تضمني منين انها ما تقلبش عليكي وتكرهك في يوم من الايام بعد صورك وفيديوهاتك دي في كل حته؟ بلاش. اتقي ربنا في نفسك وفي جسمك، احسن لك انت. ورساله اخيره للاهالي، خليكم جنب عيالكم عشان ما يقعوش في مصيبه، ولو لا قدر الله وقعت ما يبقاش كل همكم الفضيحه. لان الفضيحه الحقيقيه هو ان واحد استغل بنتكم وضحك عليها وانتوا جيتوا نصرتوه عليها، فهي دي الفضيحه، هي دي النكسه. ربنا يهدينا نفسنا ويهدي عيالنا لينا ويهدينا لاهالينا.
ويستر على الجميع. سلام عليكم.